مش بقول لك ابن حلال؟ طب تصدق وتأمن بالله، من 3 دقايق بس انت كنت على بالي. القلوب عند بعضها، انا كمان لقيت عربيتي جايباني هنا لحد بيتك. طب قول لي قبل ما نقعد تشرب ايه؟ لا اشرب ولا اكل، انا 10 دقايق اقعدهم معاك واروح على طول. لا لا يا عم منعم، تروح ايه؟ اصل انا يا عم منعم اليومين دول عايش وحداني معرفش، مش لاقي حد اتكلم معاه، زي اللي اترمى البحر وطلع لقى نفسه على جزيره لوحده. لا انت كده لقيتني، طب تعالى نقعد تعالى. طب استنى بس، هسيبك دقيقه واحده يا عم منعم، هطمن على البنات نام ولا لا وارجع لك على طول. هرجع لك حالا. ماشي ماشي. صعبان عليا شيلها. ساعات كتير بقعد ابص على الصورة دي، بس للأسف بلاقي جيهان تانية خالص غير اللي كانت عايشة معانا هنا. ما تنسى بقى يا فريد. انسى ايه ولا ايه يا منعم؟ انسى قصة حب عمرها 3 سنين وانا طالب في كلية آداب وهي في فنون تطبيقية وبروح استناها على باب الكلية كل يوم؟ ولا انسى التمشية الحلوة على كوبري الجامعة؟ ولا انسى الحلم اللي ياما حلمنا بيه انه يبقى لنا بيت صغير يلمنا؟ صعب يا منعم يا اخويا تنسى 11 سنة جواز. ماشي، واخرتها ايه بقى ان شاء الله؟ هتفضل تاكل في نفسك لحد ما يحصل لك حاجه؟ طب قول لي انت اعمل ايه؟ تضربها صرمه وتتجوز ستها. مشي الحال ماشي، ما مشيش طلقها وتتجوز واحده تانية، واللي بعده واللي بعده واللي بعده. وتفتكر برضه يا عبد المنعم ان واحد زيي يقدر يعمل كده؟ انا بقى من رايي لو ما عملتش كده هتبقى غلطان. يا عم اسمع كلامي. طب ما تاخذنيش يا منعم، ما انا عارف الحال برضه. انت ليه ما عملتش كده؟ انا وضع مختلف يا فريد. خلينا في موضوعك يا فريد. انت اب ل3 بنات، ربنا يبارك لك فيهم. يعني يا ملك لو كملت معاهم المشوار للاخر لوحدك يبقى كلها كام سنه وهتلاقي شعرك طقطق ابيض واسنانك وقعت واحده ورا التانيه، وانا اول واحد اضحك عليك. طب وايه يعني؟ والله العظيم ما يهمني يا اخي. انت عارف يا عبد المنعم، انا ممكن اضحي بكل حاجه في الدنيا مقابل ان اشوف نظره سعاده في عينين البنات. ماشي، ولما بقى لا مؤاخذه يعني بناتك يكبروا وكل واحده تتستت في بيتها، تلاقي نفسك قاعد لوحدك بين 4 حيطان مش لاقي حد يجيب لك كوبايه ميه، قول لي يا فريد بقى ساعتها هتعمل ايه؟ ولا هاخد زمني وزمن غيري؟ خلاص ساعتها هكون اديت رسالتي وهبقى اسعد راجل في الدنيا. يا اخي مفيش فايده، اللي في دماغك في دماغك. بقول لك ايه، قوم غير هدومك ويلا ننزل. ننزل؟ هننزل نروح فين في وقت زي ده؟ هنروح مكان ما بيشتغلش الا في وقت زي ده. لا منعم لا، ما انت عارف يعني انا بالنسبه للاماء يعني، وبعدين كمان هسيب البنات لوحدهم. يا عم زمانهم ناموا وبياكلوا رز مع الملايكه، يلا بقى. ايوه بس افرض صحي وما لاقونيش، افرض النور قطع، هيقوموا من النوم مخضوضين. وبعدين كمان مش يمكن مريتي الصغيره تصحى عايزه تغير ولا عايزه ترضع، هعمل ايه انا بقى ساعتها؟ مش عارف اغني لك ست الحبايب ولا اعمل فيك ايه؟ لا طبعا لازم تقعد عشان ترضعها وتغير لها. ربنا يوفقك. بيني وبينك برغم كل اللي انت بتقوله ده بس انا معجب بيك قوي. طب اسمع يا عبد المنعم، ايه رايك يا عم تسيبك من السهره دي ونقعد سوا انا وانت هنا في البيت، ناكل لقمه مع بعض كده ونفتح نفس بعض؟ يا عم بيت ايه؟ بيت يبقى روح بيتنا، بيت لا تنزل معايا ماشي ماشي. يا اخي بس استناني، ده انا هعمل لك عشوه محترمه. لا كان على الاكل بقى، انا اعرف واد بقى بتاع سمك اكلمه في التليفون يبعت لنا سمك لحد هنا. سمك ايه؟ انت ما تعرفش ده انا بقيت طباخ بريمو. طب والله العظيم اعشيك عشوه عمرك ما دقتها. ما شاء الله يا فريد، بترضع وبتغير وبتطبخ، انت مرتبط ياض. طب تعال معايا على المطبخ بقى وانا هفرجك